اسمعني يا عذراء، شهر ديسمبر 2025 داخل عليك يقلب الدنيا، واللي جاي هيغير حاجات كتير انت نفسك كنت فاكر انها مش هتتبدل. مع بداية الشهر هتحس انك بتفكر كتير، دماغك مش بتهدى، حاسس انك عايز تطلع ناس من حياتك وتغير شغل وتكسر الروتين اللي خانقك. بس الواضح انك داخل ديسمبر بوعي اعلى، بدأت تعرف قيمة نفسك ومش بترضى بالقليل زي زمان. في الشغل عندك بداية جديدة هتتفتح قدامك، يا ترقية، يا فرصة سفر مرتبط بشغل، يا تغيير مكان، يا مشروع يرجع يتحرك بعد ما كان واقف. ولو عندك شغل خاص، عندك عميل مهم داخل أو فلوس متعلقة هتصرفها، وفي مبلغ متأخر جايلك، وده هيهديك شوية حتى لو آخر الشهر عندك مصاريف زيادة. أما في الحب، في شخص من الماضي عايز يرجع يتكلم أو يصلح علاقته معاك، فالقرار عندك وانت بقيت بتحسبها بالعقل غير الأول. ولو مرتبط العلاقة هتكون أهدى، ولو سنجل في حد جديد هيلفت نظرك جامد، والطاقة دي قوية خصوصا من يوم 12 ليوم 20. والحلو إن الشخص الجديد ده هيديك إحساس بالأمان كان ناقصك. نفسيتك في ديسمبر يا عذراء واضحة، مش هتسامح حد وجعك، ومش هتدي طاقتك لحد مهمل، هتبعد عن ناس مش بتقدرك. ومع نص الشهر هتحس براحة وهدوء، وتفكيرك هيوضح أكتر. طاقتك الجسمانية تعبانة شوية بس دماغك مركزة. حاول تغير في يومك، ارجع العب رياضة لو بطلتها، هتفرق معاك من أول أسبوع. وفي احتمال سفر آخر الشهر أو مشوار مهم بره مدينتك. ومع كل ده عندك خروجات أكتر من الأول، خصوصا آخر 10 أيام. مفاجأة ديسمبر بالنسبة لك يا عذراء فيك أنت. أيوة زي ما بقولك، أنت داخل الشهر ده أقوى، أهدى، وعارف بتعمل إيه كويس، وبتبني لنفسك بداية جديدة، وبتختار صح بالعقل مش بالعاطفة. قول لي يا عذراء، مستني إيه في ديسمبر؟ رجوع ولا بداية جديدة ولا فرصة شغل؟ اكتب لي في الكومنتات، وما تنساش تشير الفيديو لكل اصحابك من برج العذراء. معاكم دايما وليد زهران، استنونا في الجديد.